ومن هنا فإن المغرب يرفض أن يتلقى الدروس في هذا المجال، خاصة من طرف من ينتهكون حقوق الإنسان بطريقة ممنهجة. ومن يريد المزايدة على المغرب فعليه أن يهبط إلى تندوف ويتابع ما تشهده عدد من المناطق المجاورة من خروقات لأبسط حقوق الإنسان. ورغم المحاولات اليائسة لخصوم المغرب للمس بسبعته وسيادته، فإننا سنواصل التعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة ومع مبعوثه الخاص ومع الدول الصديقة من أجل إيجاد حل سياسي ونهائي للنزاع المفتعل حول وحدتنا الترابية في إطار مبادرتنا للحكم الذاتي المشهود لها بالجدية والمصداقية وبروح الواقعية. كما لن نرهن مستقبل أقاليمنا الجنوبية بتطورات قضية الصحراء على المستوى الأممي، بل سنواصل النهوض بالتنمية الشاملة بربوعها. شعبي العزيز، لا يخفى على أحد أن المغرب بذل مجهودات جبارة في سبيل تنمية أقاليمه الجنوبية. ففي إطار التضامن الوطني فإن جزء مهم من خيرات وثروات المناطق الوسطى والشمالية للمغرب يتوجه لتلبية حاجيات مواطنين في الجنوب، وذلك عكس ما يروج له خصوم المغرب من استغلال لثروات الصحراء، وهو ما تؤكد جميع المؤشرات والمعطيات الاقتصادية الخاصة بالمنطقة. وتعزيزا لهذا المسار فإننا حريصون على استكمال بلورة وتفعيل النموذج التنموي الجهوي لأقاليمنا الجنوبية الذي رفعه إلى نظرنا السامي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.